جه ميعادنا مع الفيديو المنتظر، التفاصيل الكاملة للترم الثاني، هذا الترم الشرس كالعادة. برحب بشباب تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم مع دكتور جوزيف عادل. ازيكم يا وحوش؟ عاملين ايه؟ يا رب الدنيا تكون كويسة وجميلة، وهي فعلا دنيا كويسة وجميلة ومبهجة ومتفوقة وناجحة. وبصراحة يعني أنا مبهور ومبسوط وفرحان جدا 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 لكم الشغل والكم الدرجات والكم يعني الجمال والحلاوة كلها اللي فعلا يخلي الواحد يقول كل التعب اللي عملناه ده ما راحش هدر. بصراحة بالعكس، ده الواحد متشجع اكتر واكتر للدفعة دي. وانت عارف انا من قليلين قوي اللي عمال اشكر في دفعتكم جدا، بس دي كلمه الحق تقال. يعني مجهود غير عادي، درجات غير عاديه، تطور للناس يا جماعه غير عادي. انا عاجبني كمان فئه ان هي ممكن خلال السنه كانت بصراحه تحت المتوسط، لا جابوا درجات المتوسط وفوق المتوسط سيكا. ده هذا التطور رهيب، عشان انا مؤمن جدا ان اي انسان يا اولاد صدقوني يطلع منه طاقات مبهره، طاقات مبهره بمنتهى الامانه. يعني اشكركم على المجهود الرائع. احنا عمالين نحاول ننزل تكريمات مش ملاحقين. اللي نزل ده يعني تقريبا 70% من اللي اتبعت، بس يعني هنشوف، هنحاول نقدر ننزل تاني او نركز بقى. فده لازم كان بداية الفيديو، لان انا بشكر الطلبة والسادة الاولياء الامور الاجلاء بصراحة يعني عن هذا الترم العظيم المبهج، وخليتونا بصراحة من اعلى نسب درجات الكيمستري لغات في الجمهورية مع اللوكس، عشان انتوا اللوكس بصراحه. ربنا يكرمكم ودايما فرحانين ومتفوقين يا رب. جه ميعادنا مع الفيديو المنتظر، التفاصيل الكامله للترم الثاني، هذا الترم الشرس كالعاده، وهذا الترم القصير، وهذا الترم الاستثنائي اللي انت اكيد سمعته من كل مدرسين مصر، لما يحتوي من منهج 3 شابترز بدل 2، وقت الترم الثاني معروف قصير، 3 قمة، ويعني بص تجمع جميع الأعياد والأيام المفترجة الحلوة، مسيحيين ومسلمين. الفترة بتاعت الترم الثاني ده احنا مش هنلاحق على الصيام، وعيد من هنا وهوبا صيام هنا، وعيد من هنا وهوبا بقى عيد عمال من هنا وهنا، حتى الدولة كمان يعني. فطبعا احنا في كارثة من الآخر يعني. بصراحة ما كنتش قادر ان اخش انا الترم الثاني، بس قلت بقى العيال عملوا المجهود ده كله وانا اقول لهم مع السلامة. وده طبعا مطلب من بعض يعني، وناس كده يعني ما علينا، يعني ربنا يعينهم على دماغهم يعني. فلا يا باشا، شغالين الترم بكل ما اوتي لنا من اعضاء وبكل ما اوتي من قوة ومن نفس، ولكن همتك معانا بقى يا وحش، لان فعلا هذا التحدي تحدي استثنائي عجيب الشكل. طيب تفاصيلنا بقى يابا، تفاصيلنا. وطبعا بعد ما في ناس كتير شافت عيالنا مبهوره ازاي، والتسريب الحلال والفلاشه الحلال والدنيا، وفي طلبه جدد يعني حابين ينضموا بالزوفه، فموست ويلكم بيكم كلكم. بس انتوا سمعتوا عن جوزيف عادل، شغله شغل تقيل. انا بعمل تانية، انا بالظبط ثالثه سنه ومش مستني الدوله تقول لي بكالوري، احنا شغالين شغل ثالثه. وفي اوقات كتير ثالثه ثانوي اشتكت انت ايه المجهود اللي عمال تعمله مع تانية ده يعني كده بالراحه. لا يا باشا، مفيش بالراحه. طالما النتائج هتطلع كده والتطور كده، انا هضاعف الشغل. التفاصيل الكامله باذن واحد احد، لان في ناس كالعاده برضو احنا كده اتاخرنا. يا عم بقى حل علينا بقى، ده احنا كنا عايزين نعمل اسبوع كمان اجازه، بس طبعا عشان مضغوط ما قدرناش. يا عم متاخر ايه يا عم، الله يبارك لك، عايزين بقى كده نمخمخ كده. اتاخر ايه ونيلتين، مدارس لسه داخله يا معلم يعني، ما تقلقش يابا، ما تقلقش يا حبيبي، ما تقلقش. ايوه ما هو مواعيده يا عم، بقى بلا وجع دماغ يا عم، مواعيدنا كده ودنيتنا كده ودرجاتنا بالزفه كده، ليك فيه لما تعرف تعملها بس تبقى تتكلم. فانتم ما تقلقوش ساده اولياء الامور الاجلاء والطلبه المجتهدين، مالكم كده قلقانين كده مش عاجبني يعني. فالدنيا حلوه وما تقلقش ان شاء الله. احنا بدايتنا هذا الاسبوع تمام ان شاء الله. ميعادنا هيكون اول حصه ليكتشر 1 شابتر 1 تايب اوف بوندز، هيكون باذن واحد احد يوم الاربعاء 11/2 مساء. الاربع 11/2 ابدأ من الساعة 6 كده إن شاء الله. أفهم من كده يا دكتور إن إحنا حصتنا الأسبوعية هتبقى كل يوم أربع ترم تاني أونلاين؟ حصل. الأربع 11/2 أول حصة،
طيب يا اولاد، يا ترى يا دكتور المنهج بتاعنا هنقدر نخلصه في كام محاضرة؟ بإذن واحد أحد بعد الاطلاع للمنهج وتفاصيله والكلام السم اللي محطوط في النص مع الوحدة الجديدة، المنهج ده بإذن ربنا هيكون واخد مينيمم 11 حصة. إذا لزم الأمر هيكون 12 بحد أقصى. إحنا هنلعب البلان بتاعتنا 11 حصة. 4 lectures for chapter 1, 4 lectures for chapter 2 and 3 lectures for chapter 3 in nuclear chemistry. تمام يا أولاد؟ فده برضو بالنسبة للبلاننج العام بتاع المنهج نقدر نخلصه في كام حصة. أوكي. إن شاء الله زي ما أنت عارف سريعاً عشان بس الناس الجديدة، حصتنا إن شاء الله مقسمة كالآتي. بيكون في كويز، خد المحاضرة الأولى، يعني أكيد مش في أول حصة، بتبدأ بكويز على المحاضرة السابقة، ثم أجزاء الشرح أنا هقسمها كتير عشان ما تصحوش. ممكن تلاقي حصة 10 بارتات، بس أنا كل جزء هعمله بارت. عايز أنظم المكتبة بتاعتي. تمام؟ خلصنا الشرح كامل مكمل يوم الأربعاء. الجمعة هي حصة الحل. حل على ايه لا مؤاخذه؟ لا هنهرج، ده احنا قوتنا يا باشا. ايه الفلاشه لحقت تنساها يابا؟ ماشي. تاكل تنكر انت. ماشي. كلاس شيتك، ادخال واجبك على المنصه والتصحيح الالكتروني، فيديو تحليل واجبك، والمفاجاه التقييمات الاسبوعيه اللي كانت امان ليك وليا، والستينات بالزوفه للجميع. التقييمات الأسبوعية وبتاعة الدرس. يبقى احنا الأربع حصتنا شرح، الجمعة كلاس شيتك وحل واجبك وتقييماتك. هنحاول وليس وعد، الكلام واضح صوت صورة دليل، ان احنا نخلي ان الشرح معاك كلاس شيت الأربع، مش وعد. إذا قدرنا تمام، لكن الوعد 4 شرح جمعة حل. خلصت حضرتك شرحك بتبدأ على الكلاس شيت، ودي بنعلم معاليك تحل ازاي، مش انت اللي بتحل، بنعلمك احنا نحل مع بعض ازاي. ممكن تدوس بوز تفكر، بس لازم تاخد الخطوات. واللي خلى العيال 100 هو حل جوزيف عادل ملك الحل في الجمهورية كلها. أبى من أبى واعترض من اعترض وقال الحق من قال الحق. فطبعا بعض الطلبة اللي خيشت لما نيجي نسألهم على الصفحة والدعم النفسي بيقول لك بمنتهى الأمانة أنا كنت باخد نص كلاس شيت وعمري ما عملت له واجب. ما أنت هتلبس. أنا بمنتهى الأمانة ما حلتش أسئلة مراجعتها، أنا كنت مكتفي بشرح. هتلبس ورايح في داهية بإذن واحد أحد في تالتة، على مسؤوليتي أنا ربنا يعيني مع اللي معايا دول. تمام؟ فيا رجالة الحل ثم الحل ثم الحل. أنا عايز أقول لك لو داق بيك الوقت وتفكس للشرح وتتعلم الحصة من خلال كلاس شيتك واجبك تقييماتك، هتبقى أشطر من اللي سمع شرح. وأتعهد بذلك أمام الكل. اللي هيذاكر كلاس شيته فقط، واجبه، تقييماته بدون شرح، لو الدنيا زنقت معاه درجاته أعلى بكتير من اللي عمال يعمل شرح وملخصات وكتابة ومعاصرك ومندليفك ومذكرتك فيستك. تمام يا رجالة؟ ده كده حصتك ومحتوياتها والدنيا 100 زي الفل. بأكد البداية الأربع 11/2، 4 شرح جمعة حل بإذن واحد أحد. المفاجأة الأولانية بقى عشان عندنا شوية مفاجآت طرش. 1، التقييمات الأسبوعية هتكون نازلة على قناة اليوتيوب لجمهورية مصر العربية كلها. يعني لما هنيجي نحل تقييمات الدرس الأول الفيديو هيتسكن في المنصة، وكمان على اليوتيوب لطلابنا اليوتيوب تقييمات أسبوعية أمان ليك وليا مع بعضينا على اليوتيوب. تمام كده؟ 2، طيب احنا دلوقتي بقى في حيرة. احنا لو كافئنا كل الطلبة دي، لأن التقفيل ونقصان الدرجة ده لا يعد ولا يحصى بمنتهى الأمانة وبدون أي أفوار. أنتوا شايفين ولسه بقول معايا 700 صورة كمان. وشايف في تطور من طلبة كتير، يمكن ربنا ما وفقهمش قوي نظرا كانوا لتقصير ما أو عدم جدية، بس اتطوروا وجابوا درجة محترمة. فأنا عايز أدلع كله، وبناء عليه هيتم يا باشا إن يكون الاشتراك عند حضرتك زي ما أنت عارف بالحصة والدفع من خلال المنصة، أو أكواد متاحة في السنتر للحصة، أو نظام الكورس اللي يكون اوريدي عليه تخفيض. ولنفترض إن شابتر 1 4 حصص،
فانت حصتك ب100، فالكورس المفترض 400، لا بيكون ب 350. احنا هنعمل ايه بقى؟ قرب قرب قرب، تعالى يا بيه، كله هيتدلع، كله هيتكرم، كله هينبسط. يوم الاربع من 10 صباحا حتى يوم السبت 9 مساء، 4 اللي جاي، خميس، جمعة، سبت، لغاية 9 بالليل هيكون في تخفيض على الكورس 30%، ليصبح الشابتر الأولاني كامل مكمل هيكون ب 250 جنيه بدل 400. 4 خميس جمعة سبت لغاية 9 بالليل، 9 ودقيقة هتلاقيه بقى خلاص بقى بسعره الأصلي. فأرجو من الله إن ده يكون حاجة لطيفة. يعني أنت عارف المحتوى الحصة جامبو لورد قد إيه، حاولنا إن إحنا نبسط الناس كلها. وأوعدك كمان لما نبدأ شابتر 2 هيبقى ليه عرض تاني أجمل وأجمل، وانتظر فعلا مفاجأة هيبقى جميلة ليه. تمام كده يا أولاد؟ أدي تاني مفاجأة. آخر حاجة يا أولاد، بفكرك إن بعد انتهاء الشابتر بيكون في أول حصة من الشابتر الجديد عشان تدخلوا في امتحان شامل على الشابتر كامل. يبقى احنا عندنا امتحانات جزئية، كويزات في كل حصة، نخلص الشابتر امتحان شامل من اللي بالك فيه. ونوعدك ان المرة دي فعلا هتبقى الشوامل هيبقى ليها جوائز محترمة. لا مش هنروح العاصمة ناخدها لتانية ثانوي، تمام؟ فده في وقتها بإذن واحد أحد يا ولي الأمر. أوكي، السؤال الختامي، الكتب 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 الكتب. طيب المنهج يا معلم نزل من فترة قريبة جدا، وانت عارف شغلنا ان احنا مدعكة شرح بنوتس، ومدعكة اسئلة، ومدعكة ترجمة كتب اجلاء وعربي ووزارة وليلة. فاحنا في المراحل الختامية من الكتاب بإذن الله هيبقى فيديو مستقل الاسبوع القادم. يا دكتور طب ما اول حصة كده، يا ابني بالله عليك الحصة الأولانية يا سادة أولياء أمور يا جلاء يا طلبة يا عظماء يا لوكسوية يا جامدين، المحاضرة الأولانية نازل لك PDF شرح كلاس شيتك، واجبك، ملف تقييماتك، كل ده في المرفقات. الكلام بيحلو، يعني مفيش حاجة تعطلك. أصل مستني الكتب، ما تستناش يا عم. ده الكتاب الخارجي الأساسي لغاية دلوقتي ما نزلش لغات يا جدع، ده الوزارة ما نزلش لغات. انا مش عارف في ايه، عمالين ينزلوا عربي وكتب خارجيه عربي كلها نزل، ده اللغات ما نزلتش يابا. اتقل عشان بنعمل حاجه نظيفه. ما فيش حاجه تعطلك اذا راقمنا هذا الترم كارثه. ده احنا في المراجعات هنبقى يا دوبك بنلاحق. فبصراحه لا، ده انت اعمل اللي انت عايزه، بس انت هتلبس لبسه سودا الترم ده. وشايف الفيزيكس ما شاء الله منهج اولى على تانية على بلاوي. لا 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 لا، الموضوع احنا محتاجين نشتغل يا شباب. هو يا دوبك نلحق نشتغل، لان لو سبناه هيجري هو واحنا مش هنلحق. وانا مش هسمح ان ده يحصل، ولا اسمح ان كل انجازاتنا وشغلنا تروح على الارض يا معلم. تكر يا ابني من الترم ده عشان انا مرعوب منه من الوقت والمناسبات. ادي الكتب يابا، PDF موجود في الحصه الاولانيه، طباعه الوان، خليك حلو عشان تتدلع بالرسومات وكلامك وحكاياتك، الدنيا تحلو. ننزل بالكتب اول ما تتوفر، نعمل لك الانبوكسنج ومحتوياتها بالجامبو لورد، كتاب واحد للترم كله، ونتدلع كلنا مع بعض. كده انا قلت لكم كل حاجه يا اخواتي في كل ما يخص الترم الثاني تانية ثانوي. ومعادنا مع الانطلاقه يوم الاربعاء ده الحصه الاولى 11/2، والحل يوم الجمعه شامله كلاس شيت واجب تقييمات. وبفكر معاليك ان احنا عندنا عرض خاص، ان شاء الله هيكون في 30% ديسكاونت على التوتال كورس، مش الحصه. الشراء من خلال المنصه فقط ارجوكم للكورس، لكن الحصص كل سنترنا تحت امرك. الناس معانا قلبا وقالبا، اكوادك موجوده، دنيتك زي الفل، اعمل ما بدالك يا معلم. والعرض من الاربع خميس جمعه سبت ينتهي الساعه 9. اتمنى ليك ترم موفق، خاصة احنا عندنا مجهود كبير معاكم، واحنا داخلين خلاص الاسبوع اللي جاي اورجانيك كيمستري مع ثالثة. فانا في حالة تأهب علمي لم ادركها من قبل في حياتي المهنية. فان شاء الله الدنيا تحلو. منهج محتاج شغل، المنهج فيه اضافات خبيثة جدا جدا وسط الدروس، عشان اللي بيقول لك دول نفس الوحدتين بتوع النظام القديم، هو بنسبة كبيرة لكن حاطين شوية اضافات من اللي بالك فيهم هتشلوح دفعة. فاوعى تسلم دماغك لحد غير متمكن
او تسلم دماغك لمذاكره سطحيه. لا، محتاجين يا ولاد شغل والبروفا الحقيقيه، لان كلها كام شهر ومش عارف اجيبها لك ازاي. هتبقى من بدرجيه ثالثه ثانوي. يلا يا وحش، جدد النيه، نشتغل بقلب رجل واحد، نحقق انجازات اكتر واكتر، نخلي شغلنا يتكلم بالرغم اللي انت بتشوفه طبعا من حاجات حوالينا مش ولا بد. خلي الشغل يتكلم ولا يهمك اي حد. اشتغل، اتعب، انجح، لان لو محدش اتكلم عليك يا معلم يبقى انت بصراحه ما عملتش اي فارق. واتكلم على ليه؟ على واحد عادي. فانا عايزك دايما في حياتك تحاول تجتهد، تتطور، تنجح، تجعل الكل يتحدثون عنك وعن نجاحاتك سواء بالايجاب او بالسلب. ربنا يعين الكل. جاهزين يا وحوش؟ انا ورايا رجاله وبنات بتخلص. فان شاء الله يا لوكسويه الترم ده يبقى ترم موفق والدنيا تبقى حلوه. ربنا معاكم واشوفكم على خير يوم الاربعاء مع محاضره اولى اسطوريه ناريه مهلبيه ذريه باذن واحد احد. خلص الكلام، مسك الختام. يلا سلام، باي باي.